الجيش والشعب ايد واحده. انتوا عملتوا حاجات عظيمه جدا جدا في 25 يناير. لما حبيتوا تغيروا الدنيا غيرتوها. ذكرت ثورة 25 يناير عدة مرات، بصراحة ما موقفك من ثورة 25 يناير؟ هو احنا بنعيش حالة شك في كل حاجة كويسة؟ انا تعبان يا اخويا. ثورة 25 يناير بتدفعنا دايما ان احنا نتحرك، ونتحرك بقوة، وعايز اقول نتحرك حتى بثورة من اجل التغيير. ايه ده بجد؟ كان لابد ان احنا نهنئ الشعب المصري ونهنئ انفسنا بذكرى ثورة 25 يناير. يا راجل، تلك الثورة التي عبرت عن تطلع المصريين لبناء مستقبل جديد لهذا الوطن ينعم فيه جميع أبناء الشعب بالحياة الكريمة. تلك الثورة التي قادها شباب مخلصون متطلعين لمستقبل وواقع أفضل. لم يذكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مخاطبته احتفالات عيد الشرطة ثورة 25 من يناير سيس، جيل السيس، شباب الخنافس الهيبس، أبطال. حل عام 2011 بأحداث ألمت بالمنطقة. أنا بسمع أحيانا كده دعوات يقول لك إن إحنا نعمل ثورة جديدة. ليه يا بابا؟ الله، حد اتعرض لك؟ لا. حد مد ايده عليك؟ لا مش حد داسلك على طرف يا بابا؟ لا انا هفهمك. طب ليه؟ طب يا ابني اديني فرصه اتكلم معاك بره يا اخي. كل اللي بنتمناه إن إحنا نصل للحالة اللي كنا موجودين عليها قبل 2011. الثورة كانت إعلان شهادة وفاة لدولة. شهادة وفاة لإيه؟ لدولة. المجمع اللي إحنا نفتتحه بتاع مستورد ده بدأ إمتى؟ وتوقف نتيجة أحداث 2011. توقف نتيجة إيه؟ أحداث 2011. أنا دايما أقول 2011 هو علاج خاطئ لتشخيص خاطئ. ثورة 25 يناير كانت ثورة للتغيير. أنا هقول لكم على غلطة واحدة أو ثمن واحد دفعناه وهندفعه. 2011 ده اللي حصل لقطاع الآثار. عدم الاستقرار معناه ضياع الدولة. طب أنت بتكرر الكلام ده كتير وهفضل أكرره. صح، انت نموذج حقير. صح، انا فعلا حقير فعلا. الدين العام قفز من 600-700 مليار جنيه 2011. أيوة، احنا عيننا مليون في 2011. عيننا مليون مالهمش أي حد خالص. ده الجهاز هو مشبع في 5.5 مليون، ورحنا احنا مزودين مليون بالمظاهرات. لو ما كانتش 2011 كان هيبقى عندنا فرصة ان احنا يتم التوافق على بناء السد. هقول لكم على حاجة برضه في 2011 هو اللي قام مش عايز اقولها صعبة. اللي قام سرق خطوط سكة حديد في مصر. سرقها امتى؟ سرقها في 2011. طب انا لما قلقت على المية من امتى؟ تفتكروا من امتى قلقت على المية؟ من 2011. لم يكن ابدا تبنى سدود على نهر النيل الا ب 2011. انت السبب في كل اللي انا فيه ده. عندك حق. انا اللي خليت الشاب اللي حبيتيه وسبت اهلك عشان يطلع نادل واطي. انا اللي خليت عمتك تضرب العيال عشان الجبنه. اقول لك انا اللي كلت الجبنه. لما البلد كشفت ظهرها وعرت كتفها فاي حاجه تتعمل بقى. ما بقتش ارتاح ولا اقدر اطمن من 2011 تحديدا من 25 يناير. التوصيف لمشكله مصر خلال ال30 سنه اللي فاتوا ما كانش حقيقي، كان خداع، كان وعي زايف ليكم. انا عيني على الموضوع ده من 2011. عيني على اسقاط الدوله ده من 2011. عيني على تحطيم مصر من 2011. عيني على يعني ان هو كان بدايه النهايه. 2011 كان اعلان لشهاده وفاه الدوله المصريه، وبالتالي قال لك حل المساله، اتحرك وشيل، وانت بتتحرك بتشيل مستقبلك. في ناس عملت اجراءات لم تكن لتقوم بها ابدا الا في احداث 2011، وبالتالي تصوروا وتخرجوا للشوارع تهدوا بلادكم وتفضل المسلسل شغال خراب في خراب. عايز تتحرك تاني وتعمل اتحرك، انت هتضيعها خالص. لازم يبقى عندنا فوبيا من اسقاط الدوله. فاهمين كلامي؟ يا عم رحت مصلحتك. ما هي دي مصلحتي. لا احنا بطلناها كده. طب خلاص يا عم انتوا بمصلحتك. خمسة عيني على تحطيم مصر من 2011.